السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أعزائي. سأتكلم اليوم عن المشاريع الذكية. أن المشاريع الذكية هي ليست مجرد فكرة، بل هي بوابة للتميز والحرية المالية متاحة للجميع. ولكي تكون لديكم فرصة لبناء مشروعكم الخاص، علينا القيام بعدة خطوات سأعمل على سردها وشرحها بشكل تسلسلي وحلقات متتالية، وسنبدأ بالخطوة الأولى. لذلك أن أول ما يجب عليه التأكيد في هذه المحاضرة وأول خطوة في طريق النجاح هي أن تمتلك رغبة حقيقية نابعة من داخلك تدفعك للاستمرار والعمل اليومي دون توقف. فالرغبة الحقيقية هي ليست مجرد اندفاع، بل هي دافع داخلي عميق يحفزك على الالتزام الكامل بخطوات العمل يوما بعد يوم بغض النظر عن التحديات. ومن المؤكد أنه بدون رغبة حقيقية لن تكون من ضمن الناجحين، ولن تتمكن من فهم مشروعك الخاص ولن تستمر، ستتوقف في منتصف الطريق وبالتأكيد لن تصل ولن تنجح. لماذا؟ هنا ندرك تماما أن الرغبة الحقيقية هي الأساس وهي الركيزة الأولى في تحقيق النجاح، وأيضا هي القوة التي تدفعك للخروج بالمعاناة الواقع لتشق طريقك نحو القمة وتسير مع الناجحين وتبلغ أعلى المراتب. وبالتالي إذا لم يكن لديك هذه الرغبة ستظل واقفا مكانك، وسيتقدم الناجحون والطامحون والجادون، وعندها ستشعر بالإحباط وقد تنسحب من هذا المشروع. لكن نؤكد بأن كل شخص يملك رغبة حقيقية ويحرص على تجديدها باستمرار فإنه بإذن الله في طريقه نحو النجاح. إذا نؤكد أن الرغبة الحقيقية يجب أن تكون متجددة قوية ونابعة من القلب، لأنها وقود الاستمرار والعمل المتواصل. وشكرا لكم، ونتمنى لكم دوام التقدم والنجاح.